اهلا بيكم من جديد، ولسه مكملين معاكم نهار جديد. وعلى ضفاف النيل المصري القديم ما قدرش بس يصنع حضاره عظيمه، انما كمان ابدع وقدر ان يعمل لنا تراث فني وكمان انساني، وده يمكن اللي خلانا وخلى العالم كله ينبهر لحد النهارده. قدر ان هو يبقى فيه براعه في العماره والنحت والتصوير وصياغه الحلى وصناعه الاثاث. هتلاقوا كمان حتى المنسوجات بتاعتنا نجح ان هو يحول الفن للغه تقدر انها تعبر عن معتقداته وتسجل تفاصيل حياته، وتخلت حضاره فضلت لحد الاف السنين. وما توقفش لحد هنا بس، انما التأثير في الابداع وصل مش بس لحدود مصر، انما انتقل لحضارات الشرق. وده الاهم، انه قدر يلاقي طريقة توصل بيها من الشرق للغرب، وانه يصبح الهام للفنانين والمعماريين والمصممين عبر العصور. وده يمكن اللي خلى فيه عناصر جمالية ورموز حاضرة في طبعا كل الأعمال الفنية اللي احنا بنشوفها لحد النهاردة وبنتابعها. وبنحس فعلا انه يعني فعلا الفن التشكيلي ده مش مجرد يعني لوحة وألوان وريشة وفنان، انما هو إبداع ويسبقه طبعا آلاف السنين. عشان كده النهارده ضيفنا واحد من الباحثين اللي كرسوا جانب من دراستهم بالتأثير ده، هو الفنان التشكيلي والأكاديمي الأستاذ الدكتور عادل عبد الرحمن، أستاذ التصميمات البصرية والرقمية بجامعة العاصمة. اسمحوا لي أرحب بيه وأصبح عليه. أهلا بيك يا دكتور، صباح الخير عليك. يا فندم، اهلا وسهلا. الحقيقة يا دكتور إنه طبعا أنا عارفة إنه في رحلتك لألمانيا كان في تفاصيل كثيرة جدا. كلمنا عن رحلتك لألمانيا، وكلمنا ليه اخترت يعني تأثير الفنون المصرية القديمة في بحثك، وعرفنا أكتر عن خلال الفترة دي المستجدات أو النتائج اللي وصلت ليها. الحقيقه ان بالنسبه لي الفن المصري القديم يعني كان شيء مثير جدا وشيء كله سحر وجمال من اثناء ما انا كنت طالب في المدرسه بدرس في المراحل الاعدادي والثانوي. كنت شغوف جدا بالفن المصري القديم، وكانت دايما ليا زيارات للاهرامات والاماكن دي، وكنت اشوف في الكتب واسمع عن احمس ومعرفش العجله الحربيه وهزم الهكسوس وبتاع، فكنت بنبهر بالحاجات دي وامسك قلم وابدا اعبر وارسم، وكنت احبها جدا يعني. ف يعني مع الزمن ومع الوقت الموضوع ده ترسخ قوي معايا، ولحد ما دخلت الكليه وبدات ادرس وبدات افكر في الموضوع. فحسيت برضو ان التراث المصري القديم او الحضاره المصريه القديمه هي لازم تكون المدخل بتاعي لان انا اعمل دراستي. ويعني اثناء البحث بعد فتره الماجستير، وطبعا معايا كان اساتذه افاضل يعني كانوا بيبحثوا معايا قبل ما اعمل موضوع الدكتوراه. فيعني لقينا ان في مدارس اتاثرت بالحضاره المصريه القديمه، ومدارس في الشرق ومدارس في الغرب، وان الفن المصري القديم ده مش بس احنا بيأثر فينا احنا بس، انما انا لقيت ان هو بيأثر في الغرب اكتر حتى ما بيأثر مننا. وما بدأت اشتغل في الموضوع، ف استاذي الفنان الكبير الدكتور مصطفى الرزاز والفنانه الكبيره الدكتوره ساريه صدقي هم كانوا دائما سفر لامريكا، فراحوا لمكتبه الكونجرس وسالوا على الفكره والبحث ده هل موجود. فيعني كان الرد هناك ان ده بحث جديد، لان طبعا هو مش معمول دلوقتي، ده معمول دلوقتي من سنه 90. كانت الفكره جديده، وقالوا لهم يعني اوكي دي فكره جديده ومش ما حدش لسه تطرق ليها. فبدات ان انا انفذ، وعملنا اشراف مشترك في امريكا في جامعه بافالو. وبعدين الاستاذ اعتذر لظروف معينه، فسافرت لالمانيا، عملت يعني دراسات من اول وجديد وسافرت المانيا وبدات في الدراسه. الناس كانت بتتعجب، انت جاي من مصر عشان تعمل عن المصري القديم؟ طبعا هناك كان مكتبه الاكاديميه حاجه ضخمه جدا وفيها كل شيء عن المصري القديم اللي ممكن يعني ما تلاقيهوش في مصر. ولقيت معظم المؤلفات اما بالالماني او بالانجليزي او بالفرنش، فيعني جمعت معلومات وبقيت اصور بنفسي. يعني طبعا كان في حتى في المانيا كان في برضو حاجات مصريه قديمه وحاجات في المباني وفي العماره وفي كده، فبقيت اصورها بنفسي واجمع، وعملت بقى الداتا وعملت بحث الدكتوراه. وبعدين عملت سلسله كبيره جدا من المقالات في وزاره الثقافه ومجله بريزم ومجله الخيال، والموضوع بقى استمر معايا لحد الان يعني. جميل جدا، وانه المصادر كمان قدرت انها تتيح ده يعني دكتور عادل، ان انت
تلاقي النهارده مكتبة عمرانة بكل التفاصيل اللي انت محتاجها، ففتح لك ابواب كبيرة، ومن خلال البحث ده قدرت ان انت توصل لمصادر تانية وابحاث اخرى. طيب انا النهارده برضو الناس محتاجة تعرف النهارده الفنون المصرية القديمة ايه اللي بيميزها عن الفنون الحضارات القديمة الأخرى، وليه لحد النهارده ما زالت حاضرة وما زالت ملهمة؟ ايه الأسرار في ده، او ايه السر ده؟ والله هو يعني الفن المصري القديم، لو هنتكلم عن الفن المصري القديم او الحضاره المصريه القديمه امم. بشكل عام، هي حضاره يعني فيها شكل من اشكال الاعجاز والسحر. يعني وكل اللي بينبهر بيها يعني هو بيحس ان هو يعني آه، شيء غير طبيعي، ولدرجه انه بتحصل بقى، بتشوف نظريات زي ما حضرتك عارفه، ده يقول لك ده الجن اللي بناها، واللي ناس نزلت من الفضاء بنتها، انها حضاره عبقريه، ويعني لا توازي اي حضاره اخرى. صح. والاسباب عديده، مم. يعني اهمها ان الحضاره انها تستمر الالاف السنين ل 7000 سنه او 5000 سنه، على حسب طبعا احنا نقصد ايه بكلمه حضاره، مم. وتفضل محتفظه بذاتها وبشكلها وبطبيعتها طول هذه الفتره دون تغيرات. نعم. ودوله يبقى عليها كل هذه الغزوات وكل هذه الحروب، وبلاد تدخل وبلاد تخرج وبلاد تطمع، ومع في النهايه هي متمسكه بان هي حضاره ثابته. وفي مجال طبعا اما تيجي يعني انا لما اجي الف كتاب في اي مم. مجال، لو جيت تالفه في الزراعه هتلاقي المصري القديم هو سابق العالم كله في الزراعه والهندسه والادوات اللي بيستخدمها والمواسم وعلم الفلك وعلم الطب وعلم والتشريح والتحنيط، ويعني والهندسه طبعا بشكل عام. فكل العلوم وكل شيء ترجعيه لازم من بدايته، لما تيجي تكتبي كتاب لازم مم. تبداي بان المصري القديم هو اللي بدأ وهو اللي انشأ هذا العلم. فدي معجزه من المعجزات الموجوده في الفن المصري القديم. المعجزه الثانيه مم. انك لما تشوفي اعداد يعني الحاجات المتبقيه من الحضاره. احنا عشان تفتتحي مقبره واحده مم. بتجدي نفسك بتطلعي مثلا من 5000 ل 6000 قطعه، زي مثلا مقبره توت عنخ امون فيها اكتر من 5000 قطعه. مم. طيب لما يكون بقى مقبره واثنين وثلاثه وعشرة وتليب، لما بنشوف مدينه الاقصر بنشوف فيها معبد الكرنك ومعبد الاقصر قدام بعض، والمعابد طول ما انت ماشيه، والطرق يعني حاجه خياليه. ما فيش بلد في العالم فيها هذه المساحه، اللي بيقولوا تلت مساحه، تلت الاثار اللي موجوده في في العالم. العالم كله. وده اكبر متحف مفتوح في الاقصر. فهي كلها اما تشوفي الهرم وطريقه بنائه، والاطنان الحجاره اللي بالاطنان واعدادها اللي بالملايين. يعني الهرم الاكبر ده لوحده ده مم. معجزه، وكان محطوط في يعني عجائب الدنيا السبعه القديمه. كانوا دايما الهرم ده هو الوحيد اللي باقي، يعني مظبوط. كل العجائب اللي اتكلموا عليها مش موجوده، لكن الهرم اللي باقي. وما زال حواليه مم. لغط، وحواليه كلام. مين اللي بناها؟ اللي هو المصري القديم. يعني هو المصري الصغير ده هو اللي هيبني ده؟ لا، ده لازم ناس قويه، لا ده قوم عاد، لا ده ناس جايه من الفضاء. لا تسمعي نظريات. افرو سنتريك والافرو طالعين سنتر ده يقول لك في بلدنا مقدر جديد. يعني ما هو يعني الحضاره من عظمتها تلاقي كله عايز يقول دي بتاعتنا. صح. فاللي عدى عليها واللي دخل او اللي احنا سمحنا له يدخل، فبيقول لك بعد كده الحضاره بتاعتنا. فهي حضاره طبعا من عظمتها من الكل عايز عظمتها، ينسبها لنفسه. والعظمه دي في وسط. تفاصيل كتيره. يعني صحيح. انها يعني لما تلاقي هي دي الحضاره الوحيده اللي اتعمل لها علم مظبوط. الايجيبتولوجي. مم. هل سمعت عن علم اسمه اليابانولوجي او الامريكانولوجي او مش عارف ايه؟ لا، صحيح. هو بس فقط الحضاره صحيح. المصريه القديمه، نتيجه ان العظمه بتاعتها والسحر بتاعها، والناس اللي بحثوا فيها لقوا انه ما ينفعش تبقى يعني تبقى العمليه فيها فوضى وناس بتبحث بشكل فوضوي. لا، ده عايزه سيستم وعايزه نظام وعايزه العالم كله وكل المنظمات على مستوى العالم تتجمع عشان تبدا تشوف، تعمل علم مخصوص يبدا يدرس التفاصيل بتاعت الحضاره دي قامت ازاي، الحضاره المعجزه دي قامت ازاي. صحيح.
يعني كل ما يعني الحقيقي مش بنبالغ، كل ما بنبص على الحضارة بتاعتنا بنكتشف في جديد، وكل يوم بنلاقي اكتشافات جديدة. وبنبص على الجمال المعماري في هذه الحضارة، ونقول ازاي المصري القديم قدر يبدع ويعبر عن معتقداته وعن حياته من خلال الفن التشكيلي والنحت على الجدران والمسلات بهذا الشكل. كلمني ايه ابرز الفنون اللي ابدع فيها المصري القديم وقدر من خلالها يعبر عن عقيدته، عن حياته، عن كمان نظرته للكون والخلود. طبعا هو يعني لما نتكلم على الفنون هنتكلم عن كل الفنون، واللي هتبدأ بفن العمارة. لما نتفرج ونشوف المعابد، وعلى فكرة أنا جايب نماذج لمعابد مصرية قديمة وإزاي اتعمل فيها الأعمدة بأشكال معينة، والآلهة اللي هم يعتبروها آلهة، وإزاي إن هو استاذ علاء احمد علاء مخرجنا بدانا نستعرض اهو الصور على الشاشه. يعني هي بداية الهرم أو الأهرامات دي عملت لهم ايرور، يعني ده جنن الناس كلها. الهرم بعظمته بمساحاته، ضلع الواحد بتاعه 300 تقريبا و20 متر ضلع، وارتفاعه 100 حاجه و40. وده كان في الوقت ده اعلى مبنى موجود في، يعني لمده يعني يمكن 2000 سنه ما فيش مبنى بارتفاع الهرم الاكبر اللي بناه خوفو. طب وضح لنا كده يا دكتور، الصور دي بتعبر عن هو ايه فيها كده؟ كل صور صورة قديمه جدا يعني حتى مش في القرن العشرين بتبين، يعني لو في صوره ابيض واسود لاسم شرطه في امريكا مبني على الطراز المصري القديم، الاعمده المصريه القديمه، يعني كل التفاصيل بتاعه المعبد المصري القديم معمول بيه اسم شرطه. بعد كده انا جايب اشكال تانية من العماره، يعني مثلا طبعا انجلترا كانت من الدول اللي هي يعني بريطانيا رقم واحد اللي اهتمت قوي بموضوع انها تنقل العماره. عملوا طراز اسمه الريفايفلز، اللي هو عمليه احياء للمصري القديم. يعني شافوا ان ده في القرن العشرين، بدايات القرن العشرين، بدل ما يبقى كله حاجات حديثه حديثه حديثه، زهقوا فقالوا لا، احنا التراث بتاعنا عظيم جدا ولازم نرجع له تاني. فبداوا يرجعوا للتراث في دول مختلفة، لكن كان في قمة الحاجات اللي بيعملوا لها إحياء هي التراث المصري القديم. وبدأوا بالعمارة. فأنا عامل هنا في سينما هنا اسمها سينما كاريراس، دي مؤسسة بتاعت دخان، بتاعت سجاير. يعني صاحبها واحد عالم ورجل أعمال، وجاب اتنين مهندسين، اتنين اسمهم كولينز، يعني من عائلة كولينز الاثنين، وبدأوا يعملوا هذه المؤسسة. فكلها عبارة عن أعمدة اللي هي على شكل نبات البردي. لا، هي دي سينما تانية، دي سينما تانية اسمها سينما كارلتون، برضو في انجلترا. سينما ومسرح. برضو من زمان الأقسام والسينما وكل حاجة. الأقسام دي ما فيهاش غير ده أبيض واسود، دي قديمة جدا يعني مع بداية التصوير الفوتوغرافي، يعني قديمة جدا. ولكن السينما والمسارح من 1930، يعني من بدايات كده القرن الحديث شويه، من بعد اكتشاف مقبره توت عنخ امون تحديدا. لان كان في اهتمام بالمصري، علم المصريات. كان في محاولات لفك الرموز حجر ده حلي خاص بالحضاره. ده انا بحط دايما المصري القديم فوق، يعني فوق هو الجعران، ده طبعا من اهم الكائنات. هو كان المصري القديم عنده حس فني عالي جدا وابداع عالي جدا، وكان عنده قدره على التامل في الكون. فكان يشوف الكائنات الحيه، يعني ده كائن صغير احنا ممكن ما ناخدش بالنا منه اساسا، اللي هو الجعران. هم يشوفوا دوره حياته ويشوفوا ازاي هو ده ابداع خالق سبحانه وتعالى، وازاي بيعمل كرة كده ويقعد يدحرجها ومش عارف يعمل ايه ولونه ايه. سبحان الله. فياخدوا ده يعملوه زي اله كده، يعني هو نوع من الاحترام او التأليه. وبعدين بقى هم اول من بدأ السريالية، يعني عشان احنا بنقعد نقول السريالية القرن العشرين، دول اوائل من بدأوا السريالية، اللي بدأ يعمل جسم اسد وراس انسان. فبدأ يخلق حاجات طبعا بشكل يبقى له تعبير، وتعبير عن القوة، تعبير عن السيطرة، زي ابو الهول كده مثلا. دي برضو بعض ده برضو في امريكا، ده في امريكا برضو جزء من متحف مصري هناك. برضو شوف العمود، انا جايب العمود الثاني من معبد الكرنك، ان هو العمود على شكل ورق البردي. نبات البردي طبعا كان من اهم العناصر اللي استخدمها المصري القديم، البردي وزهرة اللوتس من اهم الحاجات، وفي طبعا النخيل برضو. فبرضه هم بيتأملوا نبات البردي ويشوفوا ازاي السقام بتاعته، وبعدين ازاي هم
بيعملوا لها زي تحزيم، وبعدين يعملوا لها تاج بردي سواء مقفول او مفتوح، فبرضه اتنقل. ده هنا بقى في مجال البينتنج او التصوير. ده قطيع للحمير. لو دققنا في القطيع، الفنان اللي تحت ده فنان ألماني اسمه فرانز مارك. الفنان فرانز مارك ده كان عامل زي ليه مدرسة اسمها الفارس الأزرق أو البلو رايتر. هو بالألماني البلاوة رايتر أو البلو رايدر. فده لو دققت في اللوحة بتاعته، الفنان ده كان بيحب الحيوانات. فهو يعني زي طبيعة الألمان، يبقى عنده قطة، يبقى عنده كلاب، يبقى عنده ممكن نمر، ممكن غزالة. هو كان بيربي الحاجات دي يعني كده. فانبهر بهذا العمل المصري القديم. عبارة عن قطيع معمول بإبداع غير عادي وتوازن غير عادي. صحيح. يعني تلاقي كل القطيع ماشي مسافات بينهم بتزيد أو بتقل بشكل معين. تلاقي واحد منهم راسه موطية في الأرض، لأنه إيه، مش كله بيمشي كده. وبعدين تلاقي واحد فيهم ماشي بالعكس. هتبص للصورة المصري القديم هتلاقيها هي بالظبط، لكن هو ضاف عليه بقى نوع من التعبير بتاعه، ونوع استخدم الألوان بطريقة معينة إن هي فوق ريليف. هو حولها للوحة. فقدر ان هو زي يضيف لها الوان اكتر، تحس ان هي بتتكلم اكتر، الصوره بتتكلم اكتر. هو فرانز مارك ده بيقول لما برسم حيوان مش برسم هيئته، انا برسم ما بداخله. صحيح. يعني بيشعر صحيح. بيه. ودي كانت اول صوره بدأنا بيها. دي من الحاجات المشهوره قوي في الفن المصري القديم، وضع اسمه وضع السابحه او العائمه. يعني الفتاه بتبقى بتعوم وماسكه في ايديها بطه، ماسكه في ايديها مش عارف ايه، وعايمه كده في وضع مستقيم. عجبهم طبعا. هو وضع رائع ومعمول بطريقه جميله، بس طبعا الخامات ما هياش بقى الخامات الحديثه دي. فكانوا بيستخدموها في ادوات الزينه. يعني بيبقى فيها جزء قدام بيتفتح، تلاقي فيه البودره، الحاجات اللي السيده بتستخدمها يعني. فخدوها برضو وقعدوا صياغتها، حطوها كقفل للشنطه في فتره فن الارت ديكو. او الارت ديكو ده فن ظهر في فرنسا، قايم كله على حته الريفايفل دي، او ان هو يحيي الفنون القديمه. جميل. يمكن كلام حضرتك عن رحلتك في ألمانيا وعن اهتمام الغرب بالحضارة المصرية القديمة بيخلينا نعرف، طيب هو من امتى ابتدت أوروبا تنظر للحضارة المصرية القديمة وتهتم هذا الاهتمام، وخصوصا كمان مع رحلة بقى يعني النهاردة نابليون بونابرت، الحملة الفرنسية على مصر، كتاب وصف مصر النهاردة عن الغرب واهتمامهم بالحضارة. فكلمنا عن الجزئية دي برضو. هو الاهتمام بالفن المصري القديم هو قديم يعني من زمان. لكن كان صعوبة فك رموز، يعني صعوبة اكتشاف اللغة، انه يعرف هو مكتوب ايه. دي ما كانت لسه مش موجودة، ما كانش لسه حد فك شفراتها. فكانت هنا الصعوبة. فحاولوا برضو ناس زي المقريزي وعبد اللطيف البغدادي وناس كتيرة من العلماء وعلماء الغرب، حاولوا ان هم يعني يفهموا ايه الفن المصري القديم. فهو كان بالنسبة لهم شيء غامض وشيء قايم على السحر، وبالاضافة ان ما عندهمش معلومات لسه، ولا لم يتحول الى علم، بالاضافة ان ما فيش هذه الاكتشافات. فكان من فترة للتانية يهتموا بيه، يحاولوا يبحثوا، يحاولوا يترجموا، يألفوا كتب وكده. لكن هنا بقى النقلة الكبيرة اللي حضرتك بتتكلمي عليها، اللي هي الحملة الفرنسية. الحملة الفرنسية 1798 ما عادتش غير 3 سنين، لكن سابت أثر. يعني ممكن يكون يعني في كل السنين اللي بعد كده يعني سابت أثر كبير جدا. لأن احنا بمجرد ما شامبليون فك الرموز الموجودة على حجر رشيد اللي كان موجود ب3 لغات، ففضل يعمل حاجات زي مقارنة كده لحد ما توصل لأن الكلمة دي معناها كذا والحرف ده كذا، وبدأ يبني وبدأ يقرأ اللغة الهيروغليفية. من قراية اللغة الهيروغليفية انت بدأت تعرفي ان انت امام معجزة. فتلاقي حاجات في الادب مكتوبة، تلاقي قصص وتلاقي شعر وتلاقي تعليمات وحاجات اخلاقية وعلم وادب وعلوم وزراعة، وازاي كان بيحنط وازاي كان بيعمل كذا. ما احنا كناش هنعرف الكلام ده. فاحنا اللي ساعدنا ليه الفن، الحاجات الجميلة اللي خلفوها اجدادنا. صحيح. وفي نفس الوقت انك تقري برديه، تقري حاجه فتعرفي هم بيقولوا ايه وبيعملوا ايه، فتعرفي ان هي حياه يعني حضاره متقدمه تقدم كبير جدا، وفيها كل شيء في كل شيء. تلاقي ناس متقدمين في الطب،
تلاقي ناس بيعملوا عمليات جراحيه، حد صباعه بيتقطع تلاقي مكانه صباع خشب وعاملينه مش عارف ازاي ومركبينه مم. ازاي عشان يعمل توازن ويقدر يمشي. عمليات حساسه ما يعرفوهاش دلوقتي. مم. فمعجزه في كل حاجه. ال الاضاءه اللي بتنزل على الملك ساعه ميلاده وساعه ما يتولى العرش في مم. تاريخ معين، الشمس تلف فتجيله، وحاجات منها. فكل شيء محسوب بدقه، هندسه، فلك، زراعه، كل هذه العلوم يعني المهمه جدا اللي اتنقلت بعد كده، اللي كان هدفهم ان هم ياخدوها، واتنقلت فعلا عن طريق اليونانيين، اتنقلت للغرب والاغريق. وهم نفسهم بيعترفوا ان هم خدوا منها حاجات يعني جم من عندهم ودرسوا، وبقوا ياخدوا يعني الفلاسفه الكبار اللي زي افلاطون، حصلت سرقات بقوا كتيرة للأسف. ياخدوا اتعلموا هنا مم. الفلسفه، وناس اتعلموا الزراعه، وناس مم. اتعلموا كذا، وخدوا هذه المعلومات نعم. نقلوها للغرب، ومنها هم حدث عندهم هذه الطفره وهذا التطور. وخلينا برضو نقول انه اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون برضو كان ليه نقلة كبيرة جدا، وخلى فيه اهتمام واسع من العالم بالحضارة المصرية، وازاي ده أثر على العمارة والفنون في أوروبا والولايات المتحدة. الحقيقه هي دي فعلا النقله النوعيه. مم. ان حد جاي يبحث عن هذه المقبره بالذات، قعد 20 سنه، اللي هو لورد كارنافون الانجليزي، وجايب معاه هوارد كارتر اللي هو المفروض ان هو يعني قائد الحمله، والمفروض هو اللي بيبحث. بيقول لك ان هو قعد 5 سنين فوق المقبره وهو عمال يدور عليها، وقاعد فوقيها، الخيمه بتاعته فوقيها، وبعدين التصريح بتاعه خلاص هيخلص بعد اسبوعين، ولو خلص هيمشي يعني هيروح بلده وخلاص. مم. فولد صغير بيلعب كعبل في سلمه، يعني بيلعب، او هو يعني زي موظف عندهم بيجيب لهم ميه وشاي مم. وحاجات كده، فالكعبل كده في حاجه، فلقى درج كده يعني، مم. فتعالوا شوفوا بتاع، لقوه بقى كذا درجه، مش عارف 16 ولا ايه، مم. كذا درجه. وبعدين بداوا يفتحوا، يعني على مر وقت كبير، وبعدين عمل ثقب بقى كده صغير عشان يبص منه هوارد كارتر. مم. فكارنافون بيقول له ايه انت شايف ايه؟ قال له شايف حاجات جميله، مم. شاف حاجات مدهشه، لانه كان في دخان ابيض كده، وبعدين بدا يتلاشى، وبعدين بدا يشوف ذهب بيلمع وحاجات ياه. جوه. فقال جملته كنوز. الشهيره ان هو طبعا الدنيا اتقلبت، اذاعه البي بي سي توقفت، مم. وبعدين طلعت البيان ده. النفير اللي لقوه، او احد هم كانوا نفيرين، واحد ذهب وواحد نيكل، فطلعوا مم. بالنيكل ده، وحد زمر كانها حرب، هو بتاع النفير بتاع حرب. مم. وبداوا بقى يعلنوا عن اللي حصل وعن هذا الاكتشاف، لانه اعتبر انذاك، هو طبعا كان 1922، نقلة كبيرة. اعتبر اعظم اكتشاف اثري على مستوى العالم في القرن العشرين، وما زال يعني مفيش ياه. حاجه تم اكتشافها بهذا الثقل. مم. وطبعا زي ما حضرتك قلت بقى، ده اثر تاثير رهيب جدا على العالم كله، بقى هيتجنن. المقتنيات بتاعه الملك الشاب، الملك الذهبي، وعنده ايه ده وايه ده وايه ده، حاجات مذهله. طيب، من خلال الاكتشافات دي كلها احنا شايفين طبعا في بعض الرموز اللي قدر الفنانين والمعماريون ان هم يستلهموا منها يعني في ابداعاتهم. كلمنا ابرز الرموز والعناصر. يعني احنا كنا عارفين دايما وبنشوف واحنا بنتفرج دايما في رحلاتنا زهرة اللوتس، الجعران، الأعمدة المصرية. ايه ابرز هذه العناصر اللي قدر ان هم تلهمهم وتديهم ابداع اكتر؟ يعني الحقيقه العناصر، الفن المصري القديم غني جدا، غني جدا بالمفردات والعناصر التشكيليه، لان زي ما بقول لحضرتك هو المصري القديم كان متامل، الفنان كان متامل جدا للطبيعه بنوع من الصوفيه. مم. فزهره اللوتس دي كانوا يشوفوها، ده زهره اللوتس دي حكايه لوحدها، ان مم. هي ليها حلزون وتنبت في الميه، وبعدين بتفضل فاتحه طول ما الاضاءه جايه عليها، مم. وتلف وتتوجه ناحيه الشمس. مم. اول ما الشمس تغرب تبتدي تفضل تتقفل بالتدريج لحد ما تقفل خالص، واول ما تتقفل تروح نازله تحت سطح الميه، مم. تفضلش فوق، يجي الصبح تصحى. مم. فهم بعض بيتعاملوا معاها كائن حي. كائن حي، صحيح. ويشوفوا الدوره بتاعته. ومن هنا جت فلسفه الخلود، ان الانسان هيموت وهيدفن، لكن في بعد كده بعث عالم وخلود. تاني وبعث، وهيبتدي، فلازم ياخد معاه اكله ومشروباته والحاجات اللي بيحبها، مم. وحتى يمكن الخدم بتوعه، وتبقى موجود في المقبره كل ما يحتاجه لما يرجع يعني يعود تاني للحياه. مم. طيب،
هل ينفع حضرتك مثلا تذكر لنا بعض النماذج لفنانين ومعماريين واتجاهات فنية قدروا ان هم يتجهوا ويتأثروا بالحضارة المصرية في الاتجاهات العالمية بتاعتهم؟ ما هو اللي عامل المؤسسه بتاعت السجاير دي، اللي هي هم اتنين اسمهم كولينز من عائله واحده. اتنين مهندسين معماريين هم اللي خدوا عملوا التصميم مأخوذ من أعمدة البردي اللي موجودة في معبد الأقصر ومعبد الكرنك، وخدوا شكل القطة المصرية القديمة الإله، ويعني عملوا تركيبة في المؤسسة. يعني هو يا ريت يجيبها يعني متاخده من المفردات دي. عندنا الفنان سلفادور دالي عمل لوحه ماخوذه. تعرف طبعا سلفادور دالي اللي هو بتاع الخيال والسرياليه والكلام ده. ما تلاقيش ابدا فنان اسمه لامع الا اذا كان له صله وارتباط قوي بالفنون الشرق والفنون المصريه القديمه. هو عامل لوحات جميله جدا تاخده من الاهرامات وابو الهول، لكن برضه بشكل حديث. عظيم. مش نقل حرفي. طب ازاي بقى الفنان المصري القديم يقدر ان هو يبقى فيه الهام من الحضاره المصريه بتاعته؟ الفنان الحديث بقى من خلال طبعا يعني الحضاره المصريه القديمه بتاعتنا والعماره اللي فيها، من غير ما يبقى فيه نقل وتقليد. أيوة. بس يبقى محافظ على الهويه المصريه بتاعتنا. ايوه، حضرتك بقى لمست نقطه مهمه جدا، لان دي فيها جدليه. انت بتحاولي تحافظي على التراث او على الهويه، ده شيء جميل جدا، بتعملي عمليه احياء لها، ولان هو بيأكد هويتنا. لكن في نفس الوقت ممكن يتحول هذا الى مسخ، لان حضاره بهذه القوه وبهذه العظمه وكل حاجه فيها بدقه وبحسابات وبنسب وخطوط رأسيه وافقيه ومربعات ما ينفعش حد ياخدها وبعدين نقول بيستلهم منها فيعمل حاجه يعني تعمل لها نوع من يعني الاساءه للفن المصري القديم. صحيح. فحاجه من الاثنين، يعني لازم نراعي الحكايه دي. احنا عايزين نستلهم من المصري القديم. البعض طبعا بيرفض الفكره دي ويقول ان ده غلط ولازم نعمل حاجه حديثه. لا طبعا مش غلط. انا الهويه بتاعتي هي بتفرض نفسها عليا، لان انا بعيشها. انا بروح ازور الاهرامات. يعني انا بفضل قاعد ابص لها كده. بروح ازور مثلا معبد الكرنك ولا معبد الاقصر، شيء مذهل. صحيح. فانا ما اتاثرش بيه، فاي فنان بيتاثر بيه، وبالتالي لما يجي يعبر بيعبر من خلاله وبيأكده. لكن اهم حاجه يعني هو بيحافظ على هويته، لكن اولا في اطار معاصر، لان احنا مش عايزين نكرره زي ما حضرتك تفضلت وقلت بالظبط. اي تكرار يبقى ده مش لا فن ولا ابداع. لان من صفات الابداع الجده، الاصاله. لازم تعملي حاجه بتاعتك، حاجه جديده، حاجه من جواك انت، لازم تعبري عن نفسك. صحيح. مش عن حد تاني. صحيح. فهي جدليه صعبه ويعني قابله للجدال يعني. صحيح. يعني الحقيقه موضوعنا النهارده موضوع شيق ومهم جدا، لان الحضاره المصريه مهما اتكلمنا عن الفنون اللي فيها مش هيكفينا فقره ولا فقرات. انما احنا شرفنا بوجودك معانا النهارده والحديث عن رحلتك في المانيا وعن تفاصيل كتيره جدا من تاثير الغرب بينا. فكان معانا النهارده مشرفنا في الاستوديو الاستاذ الدكتور عادل عبد الرحمن، استاذ التصميمات البصريه والرقميه بجامعه العاصمه. نورتنا، شرفنا بوجودك معانا. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، لسه مكملين معانا نهار جديد وفقرتنا الثانيه مع زميلتنا مها. استنوها بعد الفاصل.